مرحبا، شلونكم عيني؟ إن شاء الله الكل بخير صحة وعافية. اليوم وصفتني بيتزا وسميتها أني هاي من عندي التسمية البيتزا المخفية. ليش سميتها البيتزا المخفية؟ هسه تشوفون من خلال الفيديو شلون سميتها البيتزا المخفية. هنا ثرمت الطماطة وثرمت الفلفل وثرمت الكرفس والصوصج، لأن هذني معرضات من ياكلون البيتزا رأسا يطلعوها من البيتزا يشمروها ما ياكلوها. فأنا علي من بعد خليني أثرم وأعجن ويا الطحين. شوفوا بناتي هنا ثرمت الطماطة ناعم، كله ناعم، والفلفل ناعم، والكرفس والصوصج كله ثرمته. شوف هسه هنا الطريقة شلون راح أسويها. طريقة سهلة ما يحتاج لها شي، نفس مقادير البيتزا بس شوية اختلاف. هسه تشوفون شنو الاختلاف بيها. الكرفس هنا ثرمته ناعم، يا ريت بنات تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وتنطوني لايك حتى يوصل لأكبر عدد، حتى أنزل لكم أشياء يعني شوية غريبة عن الطبخ ومقادير سهلة ومتوفرة بالبيت. هنا بديت أثرم الصوصج هم ناعم، وأي شي تحتاجونه قلولي وأني أنفذ لكم. بنات هاي قناتي الثانية، يعني قناتي الأولى انحفت وكان عندي هواية متابعين وهواية أصدقاء وانحفت، وهاي وأريدكم هاي تصعدوا لي إياها القناة، هاي قناتي جديدة وتصعدوها إلي. هنا بنات بعد ما خلطت كل الحشوة، هنا عندنا ملح وشكر، ملعقة شكر وملعقة ملح وملعقة خمرة. بنات هنا وكوبين طحين. هسه راح نبدي نعجن، وهنا حوالي 3 ملاعق زيت زيتون. وهنا نبدي نعجن، نخلط المواد أول مرة وبعدين نعجنها ونتركها تختمر حوالي نص ساعة ساعة. نعجنها بماي دافي. هسه تجربوها وتشوفوها لأن كلش طيبة صارت، أكلناها والكل انعجبت بيها، حبوها. هسه هنا بدينا نعجن، نتركها تختمر.
بعد ما اختمرت هنا راح نبدي نشكل الطريقة شلون راح نفرشها. نفرش العجينة على ورق زبدة. قولولي هاي تعجبكم، جربوها، إذا تشوفوها قولولي عجبتكم، إذا تعجبكم جربوها، ترى سهلة ومواد سهلة يعني ما تكلف. هنا بنات مسحت الطاوة بزيت وفرشت العجينة. هاي طاوة ترى كبيرة تقريبا 30 ب30. أول مرة أخليها تستوي من جوا وبعدين أقلبها. أمسحها بالكاتشب أو أضيف لها الجبن والزيتون. شوفوا بناتي هنا شلون ضاعت عليهم السالفة، لأن كل مثروم بعد ما يقدرون شلون يطلعون الفلفل، شلون يطلعون الطماطة، صارت ويا العجينة. اي ضاعت عليهم السالفة. بنات إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله تجربوها وتاكلوها، وألف عافية عليكم. ولهنا أقولكم مع السلامة، إن شاء الله بفيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.